السلام عليكم يا أقوى مصممين في الوطن العربي كله. إن شاء الله دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة معنا تصميم خفيف كده علشان نتدرب على الأساسيات والأدوات قبل ما ندخل في التصميمات الكبيرة اللي بتطلبها الشركات ووكالات الدعاية والإعلان. بس لو أنت مش مشترك، اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، وما تنساش التعليق والإعجاب. لو أنا معايا صورة زي كده فيها حبوب في الوش، أعمل إيه علشان البشرة تكون صافية وناعمة والعميل يبقى مبسوط بيها؟ أولا في البداية هنعمل دبليكيت لللاير الأساسية عن طريق كنترول وحرف الجي. هنبدأ نكبر الصورة علشان التفاصيل تكون أوضح، وهنستخدم أداة سبوت هيلينج براش تول، والأداة دي ببساطة بتعمل طبقة فوق أي نوتش من خلال المحيط بتاع النوتش. هنبدأ نمشي على الحبوب واحدة واحدة، بس أنا هسرع الفيديو علشان الوقت بتاعكم. وده الشكل بعد ما احنا شلنا كل الحبوب. هنعمل بعد كده دبليكيت للمرة التانية عن طريق كنترول وحرف الجي. دلوقتي هندخل في الخطوات اللي هي فيها تفاصيل كتير، لازم تركز معايا كويس. أول حاجة هنعمل عكس للتأثير اللي على اللاير عن طريق كنترول وحرف الآي. بعد كده هنروح للمود، هنخليه فيفيد لايت. الخطوة اللي بعد كده هنروح للفلتر، هنختار من قائمة أوزر هنختار هاي باس، وهنخلي النسبة بتاعتها حوالي 5. هنلاقي الصورة بقت معانا بالشكل ده. هنروح مرة تانية للفلتر، بس المرة دي هنختار بلور، ومن خلال بلور هنختار جوسن بلور. هنخلي النسبة حوالي 1.5. ركز معايا علشان الخطوة دي مهمة جدا جدا جدا. هنقف على اللاير اللي فوق، هنضغط Alt من الكيبورد، بعد كده هنضغط بالماوس على علامة الماسك علشان نعمل عكس لكل التأثيرات اللي هي على اللاير. هنروح نجيب الفرشة لأن احنا كده بنتعامل مع ماسك. هنروح نجيب الفرشة واحنا محددين اللون الأبيض. هنروح نختار الفرشة لأن احنا كده بنتعامل مع ماسك. هنحدد اللون الأبيض وهنمشي على كل الأماكن اللي احنا شايفين إنها محتاجة تتنعم. واحدة واحدة بالراحة، نصغر الفرشة ونكبرها من حرف الدال وحرف الجيم لحد ما نوصل للدرجة دي. بعد كده هنروح علشان نلون الشفايف باللون اللي احنا عايزينه. هنحدد الشفايف ونضغط بعد كده على هيو سيتوليشن. هنخلي النسب زي ما انتوا شايفين، او زي ما انتوا شايفين اللون مناسب بالنسبة لكم. هنبص نلاقي اتعامل معانا ماسك. هنبدأ نختار الفرشة وهنحدد اللون الاسود، وهنبدأ نحذف كل الأجزاء الخارجة عن تحديد الشفايف لحد ما تبقى بالشكل ده. أتمنى يكون شرح النهاردة بسيط وسهل وعجبكم. لو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا دلوقتي وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. كمان ما تنسوش التعليق والإعجاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.